يا مرحبا أهلا بالفضل والغفران، وأنا سائم هبات من نفحة القرآن، نلقاه بالبشر بالحب والأشجان، والأجر ندركه من دون ما نقصان. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان. السلام عليكم وصحة رمضانكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم تحليه بسيطه، تحليه خفيفه وتوجد ليها يعني 10 دقائق وتكونوا وجدتوها. فلون كراميل، هذا الفلون يجي يعني يترعد، يجي بزاف بنين، ويجي يعني البنه تاعو طبق الاصل على اللي نشروه من المحلات. حتى القوام تاعو يعني يجي كيما تاع برا. نجوزو لطريقه التحضير. هنايا عندي هذا الفلون تاع الكراميل اللي راكم تشوفوا فيه، وعندي هادو العلب، يعني هادو اللي خرجوا الكؤوس، هادو اللي خرجوا تاع الفلون. هما خرجوا نورمالمون العام اللي فات، هادو بزاف شابين بزاف هايلين، يعني التحليه تاعكم اللي ديروها فيها راح تجي هايله. هنايا بالنسبه للمقادير واش نحتاجو، عندي هنايا 4 كيسان تاع الحليب، انا كيلت بهذا الكاس وانتم كيلو بالكاس اللي عندكم. 4 كيسان يكونوا مملوئين. راح ندير لهم 2 مغارف كبار تاع السكر العادي، يعني 2 مغارف وشنو ما يكونوش معمرين مليح. كما نعرفوا الفلون تاع الكراميل يجي بزاف حلو، وهذاك الفلون تاني كيجي فيه كميه من السكر، على هذيك ما تكتروش. 4 كيسان تاع الحليب ديروا لهم 2 مغارف كبار تاع السكر. هنا عندي هذا الفلون بذوق الكراميل، يعني تلقاوه في المحلات، اللوغو تاعو بذوق الكراميل ماشي لافاني، كراميل. هنايا راني حنستعمل بواطه من هذيك الصغيره، يعني علبه من هذيك الصغيره ونصف علبه من هذه الكبيره، هكذا يعني باش تجيني. وهذه التوفيه الكراميل تاعها باش نحتاجوها في التزيين. هنا رايحه ندير نصف علبه، يعني نصف علبه فقط. انا يعني خلطت ما بيناتهم باش يجيني بنين اكثر واكثر، لانه يعني يحتوي اذا فلو كراميل مي كل واحد والذوق تاعو. نخلطهم شويه بالفوي ونحط الخليط تاعي حتى يعني نلقى هذاك الفلون تاعي يعني سي بون وجد وغلالي، يعني خليه حتى يغلي ويطلع معاكم باش تطفوا عليه. هنايا لو طون هذاك الفلون، يعني لو طون اللي راهو يعني في الفرن يطيب، نجيب هذاك الكراميل اللي تلقاوه داخل العلبه تاع الفلون تاعكم وتحطوا كميه في هذوك الكؤوس تاعكم، يعني ديروا كميه مليحه. هذا الفلون بزاف ساهل ويوجد ليه، يعني اللي تكون هكا عيانه ولا تكون تعبانه مع رمضان، يعني ربي يعين كامل النساء، يعني نتعبوا بزاف سورتو في رمضان. قلت لكم توجدوه ليه مش حيدي كامل معاكم الوقت. وهنا بعد ما عمرت كامل هذوك الكؤوس تاعي بهذيك الكراميل هيليك. هنايا حبيت نقول لكم اذا حبيتوا تستعملوا 2 علب تاع هذا الكراميل الفلون يجي لي البواطه تاعها تجي صغيره، استعملوا 2. واذا درتوا هذيك الكبيره ديروها كامله، يعني كيما تحبوا نتوما. هنا هايليك يعني كي غلالي وطلع يعني خليته يعني طفيت عليه، راح ندير له علبه تاع الفلون كراميل هذاك اللي يجي واجد، راح يعطيله بنه ويعزز لي يعني النكهه تاعو، والقوام تاعو تاني كيجي هايل، يعني علبه واحده راح تكفي وتوفي. انا نسيي كيفاش نخلطها مليح. وهنا يخليو هذاك الفلون يعني يبرد برك شويه، يعني ماشي حتى يبرد يشد روحه في الكاسرونه، لا خليوه برك يبرد شويه وتجيو تعمروه في هذوك الكؤوس. انا يعني ما ساعدتنيش هذيك الكاسرونه، على هذيك عمرته في هذيك الطاسه صغيره. هنايا تبقاو تعمروهم بهذه الطريقه، يعني هذيك 4 كيسان تاع الحليب اللي عطيتها لكم راح ادير لكم 6 من هادو الكؤوس تاع الفلون. شوفوا يعني حتى اللون تاعو جا بزاف هايل وجا كيما تاع برا. هنايا ندخلهم للثلاجه ونخليهم حتى يبردوا، يعني ونجي نديمو ليهم معاكم. وهنايا بعد ما برد لي الفلان تاعي يعني تلقاوه تماسك، تجيو هكذايا يعني تجيبوا هكذايا طباسه صغار ولا يعني طباسه كبار كيما تحبوا، تزيين يبقى اختياري. هنا تجيو تحطوا تقلبوا هذيك الكؤوس تاعكم، تقلبوها بهذه الطريقه وتنحوا هذاك الغطاء اللي يجي من الفوق. كي تنحوه الفلون راح يهبط معاكم فاسيلمون، والشكل تاعو ما يتخسرش ويجي بزاف هايل. انا شوفوا يعني اللي ما يحبش الفلون راح ياتيريه وراح ياكلو بالسيف عليه. طريقه سهله، طريقه التشكيل سهله.
وهادو الكؤوس ماهمش غاليين بزاف، راهي الوحده برك راهي دير 5000. انا نكملهم كامل بنفس الطريقه، يعني طريقه سهله، تخلوهم برك يبردوا مليح كيما نعرفوا هادو التحليات ولا هادو الفلان ينتكلوا وهما باردين، ما تقلقوش عليهم، يعني خلو يخدموا التحليه تاعكم الصباح. انا صراحه التحليات توجور نبدا بها هي الاولى، يعني نبدا بها هي الاولى ونخليها في الثلاجه، يعني لو طون مع العشيه ولا مع الليل هكذا كي ناكلوهم وهما باردين. شوفوا هنايا داك الفلان جاي يترعد كما يقول 10/10 يترعد، ماشي 10/10 عفوا، النوي الله يرحمه الفلان يترعد. هنايا بعد ما كملتهم كامل وحطيتهم في صحن تقديم. شوفوا يعني وريت لكم بلي جات كيما تاع المحلات، ودوك هنا نقسم معاكم تشوفوا القوام تاعها. شوفوا ما تجيش يعني يابسه بزاف، وكيما ما تجيش هكذا جاريه، تجي بزاف هايله. شوفوا راهو يترعد. هاد التحليه بزاف بنينه وخفيفه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. 4 كيسان تاع الحليب و2 علب تاع الفلون، وانتم درتوا هاد التحليه وفرحتوا بها رواحكم وعائلتكم اكيد. هنايا وصلنا لنهايه لا فيديو، انا ما عليا نقول لكم تهلاو في رواحكم وصحه فطوركم، ونتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه جديده. مع السلامه.